السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن. أول شي أبغى أقوله مبروك عليكم رجعة المدارس والجامعات، وعارفة إنه ناس كتير ما هي مبسوطة أبدا إنه الجامعة رجعت ولا إنه المدرسة رجعت، بس أنا عن نفسي أحب جو الجامعة وكنت أحب جو الدراسة، وإلين دحين أحب جو الدراسة، وبصراحة متحمسة إنه أبدأ ومتحمسة إنه أذاكر. قولوا دافورة، قولوا مصطفى، قولوا أي شيء، بس من جد ترى مرة انبسط على جو الجامعة. اليوم جايبت لكم طبق سهل، وصفة سهلة تتسوى غدا سريع أو ممكن برضو تتسوى عشاء سريع، وأهو شايفينه قدامكم مرة لذيذ وسهل. وعشان نعرف كيف نسويه خلونا نروح للمقادير. حنحتاج 4 صدور دجاج، وصوص طماطم، مو معجون طماطم، لا لازم يكون صوص طماطم، علبته كبيرة، ولازم تقروا على العلبة إنه ما يكون فيه له قطع طماطم، لازم يكون سائل ما فيه له ولا أي قطعة. وكزبرة، كزبرة مقطعة صغير صغير، وفلفل رومي أصفر مو أي لون تاني، وبصل أبيض لا تستخدموا أحمر لأنه تماما حيغير الطعم، تشيلي باودر، وكمون باودر، وتوم، أوريغانو، ملح وفلفل أسود، زيت زيتون، وآخر شي حنحتاج شويتين موية. دحين عشان نعرف كيف نسويه حنروح لطريقة التحضير. حنجيب حنجيب صدور الدجاج، وبعدين حنرشها بالملح والفلفل الأسود، حنرشها على الجهة الأولى بعدين نقلبها على الجهة التانية وبرضو نرجع نرشها بالملح والفلفل الأسود. ما له داعي نفركها ولا نحركه عليها، بس عادي نرشها عادي ونسيبها. حنجيب طاوة كبيرة وحنحط فيها زيت زيتون ونعلي النار، بعدين نجيب الصدور ونحطها في الطاوة. ليه نبغى النار تكون عالية؟ عشان البوينت هنا إنه إحنا نبغى نحمر صدور الدجاج من غير ما طراوتها تروح، فعشان كده لازم تكون النار عالية. حنسيبها على كل جهة تقريبا دقيقتين إلين ما تحمر، أو إلين ما توصل لدا اللون. ما يحتاج تكون مستوية من النص لأنه حنكمل نطبخها مرة تانية. بعد ما توصل لدا اللون حنشيلها من الطاوة وحنحطها في صحن تاني ونخليها على جنب لين ما نستخدمها. في الطاوة نفسها حنحط زيت زيتون حنوطي النار نخليها ميديوم. حنبدأ نحط الخضار، حنحط البصل والفلفل الرومي الأصفر لا مو زيت زيتون، والثوم، وبعدين نحركهم مع بعض، وبعدها نحط الكزبرة. دحين بعد ما نحط الكزبرة حنضيف الملح والفلفل الأسود. ليه حنضيفهم دحين؟ عشان الملح حيساعد الخضار إنها تصير طرية، وحنسيبها تقريبا يمكن كده 3 دقايق إلين ما تطرى. بعد ما تطرى الخضار حنضيف لها التشيلي باودر. اللي ما يحب التشيلي باودر عادي ممكن يستغني عنه، الطعم مو مرة حيتغير. بعدين حنحط الموية. دحين الموية إيش حتسوي؟ حتشيل كل شي لاصق من تحت وكل طعم لاصق تحت، وبتخليه يندمج مع كل شي ويطلع طعم أحلى. بعد كده حنقدر نضيف باقي البهارات اللي هي الكمون والأوريجانو ونحركهم مع بعض. بعد ما نخلص نحركهم حنضيف صلصة الطماطم. حنقلب كل شي مع بعض إلين ما نحس كل شي يتجانس مع بعض، وحنسيبها تقريبا 5 دقايق على نار من واطية المتوسطة. بعد كده حنبدأ نحط الدجاج ما حيكون مستوي من أول، في دي الخطوة حيستوي. حنسيبه على النار 10 دقايق. بعد ال10 دقايق حنكون خلصنا الطبخة. يعني أسهل من كده ما في. إذا في صوت نفس جنبي ترى هذه تالا قاعدة تنفس. تالا قولي هاي، قولي هاي. هاي انتي مين؟ تالا تالا ايش سويتي في الفيديو القديم وجبة قديم لما سوينا مع بعض في المطبخ؟ ايش سويتي؟ نسيت شريمب. شرم طيب خلاص خليني أنا أكمل أتكلم. طيب بكده حنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. ترى مرة لذيذ. يعني أنا سويت بالتشيلي باودر، سويت من غير التشيلي باودر عشان اللي يحب كده واللي ما يحب كده، ومن جد في الاتنين الطعم مرة جميل. بس أنا عجبني اللي فيه تشيلي باودر أكتر، لأنه يعني الحرارة مرة أدى الطعم. وشايفين كيف التشيكن بريست من جوا لسه طري ومرة أبيض ومرة جميل. فبصراحة يعني أنا أشوف دي الوجبة بيرفكت. يعني شوفوا دحين أنا سويت بس تقريبا نقدر نقول عليه إدام.
سويته لوحده، ممكن تاكلوه مع عيش وممكن تاكلوه مع رز. أنا أفضل أكله مع رز. بس لا تنسوا لما نسوي الشكل ترسلوا لنا صورة، وسووا لنا سبسكرايب وشير وفولو أس في إنستغرام وإيش كمان وتويتر وفيسبوك. باي.